أهلا وسهلا بكم. هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو بيخص المذاكرة. كتير مننا بنبذل مجهود كبير وساعات طويلة في المذاكرة، ولكن في النهاية أو في الآخر بتكون النتيجة غير مرضية، ونستغرب ما احنا ذاكرنا لساعات طويلة جدا وبنحصل في النهاية على مجموع قليل جدا وبنتضايق. تبقى جوانا حالة من الغضب ان بعد المذاكرة الطويلة دي لساعات طويلة جدا ان انا احصل في النهاية على مجموع قليل. طب يا ترى هي المشكلة فين بالظبط؟ المشكلة بسيطة جدا، وهي ان انا بدرس بجهد وليس بذكاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كتير مننا بنبذل مجهود كبير ولكن في النهاية المجموع بيكون قليل. طيب ازاي ادرس بفاعلية وادرس بذكاء علشان في الاخر يكون مجموع كبير؟ في مجموعة من الخطوات لازم اعملها وانا بذاكر، ومنها هي ادارة الوقت بفاعلية. لان كتير مننا بندرس لساعات طويلة ممكن تمتد ل10 ساعات في اليوم، ولما استرجع المعلومات بكون نسيها جدا جدا. طب يا ترى ليه ده بيحصل معايا؟ لان درجة التركيز بتقل مع طول مدة الوقت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في اول نص ساعة، ساعة الا ربع، هتلاقي التركيز عالي جدا. بعد كده مستوى التركيز هيقل، وكل المعلومات اللي هتدرسها مش هتركز او مش هتتذكرها بسهولة. ودي طبيعة بشرية فينا كلنا، ربنا خلقنا كده. بعد نص ساعة، ساعة الا ربع، العقل بيبتدي يفكر في اي حاجة تانية من المشتتات اللي حوالينا. فعلشان كده احنا نعمل ايه بقى؟ بعد نص ساعة او ساعة الا ربع ناخد استراحة قصيرة، ولتكن دقيقتين، أقصى حاجة 5 دقايق. أقوم أتحرك شوية، أشرب كوباية مية، أعمل أي حركة رياضية وأنا موجود في مكاني، وبعد كده أستأنف المذاكرة والدراسة مرة تانية علشان نسبة الاستيعاب تكون عالية عندي، وعلشان كمان يكون عقلي فريش لاستقبال أي معلومات جديدة. 2، وهي المفهوم والمعلومة concept and information. يعني وانا بذاكر استخدم الوان فوسفورية او اي الوان ملونة علشان اخطط على المعلومات على اساس ان انا افتكرها. مثلا المفهوم اخطط عليه باللون الاصفر، المعلومات الهامة بلون تاني، وهكذا. لان الذاكرة البصرية عند الانسان بتكون اسرع في استرجاع المعلومة من الذاكرة السمعية. فعلشان كده ياريت نستخدم الالوان واحنا بنذاكر، هتفرق كتير جدا في تذكرنا للمعلومات. 3، وهي التكرار المستمر للمعلومات. يعني ايه الكلام ده؟ كتير مننا بنعاني من مشكلة النسيان، وكتير مننا بننسى المعلومات او المادة الدراسية بعد ما بنذاكرها. طيب احنا نعمل ايه بقى علشان نثبت المعلومات دي ونقدر نسترجعها في اي وقت، ونقدر كمان نحل عليها اسئلة؟ اننا نراجع بعينينا على طول على المعلومات. وبما اننا في رقم 2 قلنا ان احنا نستخدم الالوان الملونة، فهتبقى سهلة جدا ان انا اراجع كده بعيني اهم المصطلحات او اهم المعلومات اللي انا مخطط عليها بالالوان. لان المعلومات بتثبت اكتر لما استخدم الوان وعيني تقع على المعلومات دي، فبالتالي هتبقى التكرار عندي سهل، ومع التكرار دايما المعلومة بتثبت اكتر. إذن لازم كلنا ندرس بذكاء وليس بجهد، وهي تقسيم الوقت. 2، وهي استخدام الألوان في المذاكرة. 3، التكرار. بتمنى لكم النجاح والتفوق إن شاء الله.